بصوا بقى، انا النهارده الفيديو ده طلع اتكلم في موضوع خانقني قوي اقسم بالله. عايز اعرفكم الفرق بين رجل الاعمال اللي هم الناس المستثمره، الناس اللي ناجحه في البلد بتاعتنا دي، والناس اللي معاها فلوس تمام، والناس اللي ماشيه ايه بتطبل، اللي هو خلاص العيشه والدنيا صعبه ومش الدنيا صعبه، اللي هم الناس العاديه خالص. انا كنت واحد منهم وما زلت واحد منهم بس خلاص بقى انا اتعلمت وبقيت بحاول ابقى شخص ناجح، شخص عارف بفكره ازاي. هي حاجه بسيطه، هي عباره عن فكره. ايه هي بقى الفكره؟ انا يا معلم بستغل الفرصه. رجل الاعمال ده والناس المستثمرين والناس الناجحه ما بيفوتوش اي فرصه، ما بيفوتوش اي فرصه في حياتهم. ايه هم الدافع بتاعهم؟ الدافع بتاعهم ده اللي هو المال، الفلوس بتاعتهم. انا عايز انجح، عايز اشغل فلوسي، عايز استغل اي فرصه، عايز اعمل اي حاجه. مش انا اقعد مثلا اشوف شخص ناجح اقعد اقول له او هقعد مثلا اتكلم مع الناس على القهوه اقعد اقول ده بص بقى عمل ازاي، ده بص ده كان معفن، ده كان بيساق سلالم، ده بص بقى معاه عربيه، ده بقى ناجح، ده بقى معاه يلا دي ضربه حظ، ده اثار، ده لا اثار. لا يا عم، ده ابوه مورثه يا عم، مش عارف ايه. اي ده الناس ملاش غير الكلام. قسم بالله انت الناس دي بطل تقعد معاها، انت بطل تقعد معاها خالص. بالذات بقى الستات اللي في المشاريع، دول مالهمش حل خالص. كيلو السكر بص وصل لكام يا اختي ومش عارف ايه، وبص يا ام اسماعيل ومش عارف ايه، والزيت والتموين والناس مش لاقيه تاكل منه لله وحسب الله ونعم الوكيل. فانا مش بطلع ادافع عن حد، انا ولا بنتقد حد، انا طالع بقول بطلوا فكر عقيم، بطلوا فكر عقيم اقسم بالله. حاولوا تستغلوا اي فرصه بتجيلكم. مفيش فرص بتيجي، انتوا اقل حد يرد عليه يقول لي مفيش فرص بتيجي. لا يا حبيبي، في فرص بتجيلك، قسما بالله في فرص بتجيلك. حاول تستغلها. معاك ملمين حاول تحطهم في اي شغل، حاول تحطهم في اي مصلحه. انما دلوقتي الناس كلها بتشتغل علشان خاطر تاكل وتشرب بس، تاكل وتشرب بس، اقسم بالله ما بيعملوش اي حاجه خالص. عاملين شويه مؤاخذه في اللفظ يعني، البهيمه اللي بتلف في الساقيه. هي بتشتغل علشان خاطر تاكل، ما بتعملش اي حاجه خالص. انا اقسم بالله كنت قاعد مع اتنين صحابي تمام، واحد فيهم والتاني فيهم تاني خالص. الاتنين مختلفين خالص، اقسم بالله مختلفين خالص في التفكير. واحد بيقول لي، مع الاتنين في نفس السن، واحد بيقول لي، بقول له انت شغال ليه؟ سالت السؤال ده هنا وسالت السؤال ده هنا. ده بيقول لي انا شغال عشان خاطر اقضي يومي واكلي وشربي والبيت عندي والكهرباء والميه والغاز والمصاريف. هو شغال عشان كده. ده عامل شبه يعني من غير ذكر اسماء، ده عامل زي البهيمه اللي قلنا عليها بتلف في الساق. يعني انا مش بغلط فيه، بس انا بقول ده بقى وصف، ده انا بشبهه. تعالى بقى يا معلم التاني بيقول لي انا عايز اشتغل علشان عايز ابقى حاجه بعدين، ده عايز ابقى لما اكبر في السن تمام، يبقى انا عندي حاجه بتدخل لي دخل وانا قاعد في بيتي وانا مش قادر. مثلا قال لي مثل بسيط، قال لي انت في يوم شغال عند الناس تمام، يوم ما نزلتش فيه، يوم انت تعبان ما نزلتش في الشغل، ده ايه اللي هيحصل؟ قسما بالله ما هتاخد فلوس وهيتحسب لك يوم اجازه. صح ولا لا؟ صح. انت اللي بتسمعني اهو، وانت اضرب الموضوع، والكلمه دي جت على نفسيتك قوي. اقسم بالله ما هيتحسب لك، وهيبقى يوم انت قعدت في البيت، يوم ده جر التاني، اثر على مصاريف البيت، اثر على مصاريفك انت الشخصيه. لو عندك عيال دروس ولا حاجه مش عارف هتجيب لهم منين اليوم ده. تعال انت بقى لو انت شخص من بدري عملت لنفسك حاجه، حتى لو حاجه صغيره كده، حتى حاجه صغيره، تلاقي نفسك بتدخل لك دخل. بس انت في الاول تعبت عليها وشقيت عليها واديتها اكتر من انت بتدي عند الناس. دي حاجتك اديتها، هتلاقي منها بعدين وانت قاعد في البيت بيدخل لك دخل منها. آه، بتكبر بتكبر. بأكد عليها ليه بقى؟ هي مصلحتك بتكبر مع الوقت. هي لما بتكبر بتزود لك فلوس، بتزود لك راحة، بتلاقي عمال اكتر بيشتغلوا عندك. أه والله ده فكر الناس الناجحة. اقسم بالله بلاش تلوموا الناس اللي نجحت. بشوف الناس نجحت، الناس بتحقد عليها، بيقولوا يا عم ده بص بقى ايه، وبص ده بقى ايه، وبص ده بقى ايه. الاستثمار، فكر فيها كده والله اكتر حاجة هتخليك تفكر في كده انك تبقى مثقف. حاول تقرا اقسم بالله ده هيفيدك. انا كنت شخص جاهل لمده من فتره، مش جاهل اللي ما اعرفش اقرا واكتب، لا مش عارف اي حاجه خالص، عايش كده وخلاص. جت عليا فتره قلت لا انا لازم اقرا ولازم اتعب ولازم
عادي يعني وقت فراغ قاعد بعمل ايه، قلت اقرا شويه كتاب كده، شويه كتب. قريت كام كتاب، اقسم بالله اقسم بالله غيروا لي فكري حياتي عموما جدا فوق المستحيل. انا ما كنتش اتوقع ان انا افكر بالفكر ده خالص. انا بقيت بقعد كتب، بقرا كتب. تفكيري مع الناس الناجحه بقت، حتى صحابي بقت بنقيهم، اللي انا لازم اقعد مع ناس ناجحه. ما هو اصلا في البيئه اللي انت لما بتقعد فيها مع ناس مش ناجحه دي تمام بيأثروا على تفكيرك وبيأثروا على مخك. لازم تقعد مع ناس ناجحه، لازم تتعرف على ناس ناجحه، لازم تبقى انت شخص ناجح عشان تعرف تعيش. انت في الاول وفي الاخر هتموت. انت في الاول وفي الاخر هتموت حتما ولا بد هتموت. فانا يعيش حياه كويسه لحد ما اموت، يفضل بقى شقيان وطالع يا عيني نازل طالع من الشغل ومصاريف وديون وعراك وطلاق ومش عارف ايه وهنا وهنا عشان خاطر الفلوس. هي اقسم بالله كل الناس اللي بتشتغل وكل الناس اللي بتتعدي عشان خاطر الفلوس. لا، انت حاول. انا عايز اشتغل عشان ارتاح بعدين، عايز اشتغل عشان ارتاح بعدين، عايز اتعب دلوقتي ارتاح بعدين. والله صدقوني صدقوني، باذن الله ربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب يا رب يا اللي بتسمع الفيديو. وانا عايز اقول لك اللي ده اول فيديو ليا على اليوتيوب. آه انا مش طالع بقول كده عشان انا بلوجر ولا مش عارف اقول له لا 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 خالص. اقسم بالله انا طالع في حاجه وجعاني قوي، وجعاني قوي من جوه بجد، عايز اقولها والله وقلتها وانا مش عارف اتكلم تاني اكتر من كده. بس والله ربنا يوفقكم.